في دقايق تبلناه، وبربع كيلو لحمة مفرومة عملناه البفتيك الكداب. حاجة كده وهم، حاجة خطيرة جدا جدا. كأنك جايبة بفتيك من بره جاهز، قطعة لحمة بفتيك وهتعمليها، مش باين خالص خالص انه لحمة مفرومة، ولا تفريزة اللحمة المفرومة بتبقى باينة فيه. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، حاجات كلها موجودة في البيت، هتعملي منه كمية حلوة جدا. جربوه ان شاء الله بالطريقة دي هتعجبكم. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يديمها علينا نعمة. ويلا بينا نشوف عملنا الفيديو او عملنا الوصفة بتاعتنا ازاي. يلا بينا بقى نشوف وصفتنا النهاردة هنعمل فيها ايه. هو الربع كيلو لحمة بس اللي احنا هنبتدي نشتغل بيه النهاردة، تمام. اللي محيرنا في الفريزر ده لا، طلعناه وهنعمل منه وجبة جامدة جدا. تمام. عندي هنا بصلية حلوة كده، بشراها مع قرن فلفل احمر، كده ادينا اللون الحلو ده بتاع البصلة. اهم حاجة نبشر البصلة ناعم جدا. تمام. حطينا عليها معلقة ملح وابتديت اصفيها، وادي المية بتاعتها. هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. معلقتين بقسماط ناعم كبار هرميين، تمام، كبار كده عشان يبقوا حلوين. وهنا عندي بيضاية، نص معلقة كبيرة بيكنج باودر. التوابل بتاعتي عندي معلقة فلفل اسود، معلقة السبع بهارات، معلقة توابل اللحمة، وعندي ربع معلقة قرفة صغننة خالص. تمام. يلا بينا بقى. طبعا الملح هندوق كده ونشوف، عشان احنا هنحطينا في البصلة ملح، فهندوق الاول ونشوف ايه اللي هنبتدي بيه. يلا بقى نبتدي ونقول هنعمل ايه على طول. اللحمة اهي، هنزل كمان بيها. هنزل البصل كده بسم الله كله اهو. هنزل كمان بمعلقتين البقسماط بسم الله، معلقة البيكنج المعلقة اللي هي النص معلقة الكبيرة أو معلقة صغيرة. تمام. حطينا البيكنج باودر، نحط كمان التوابل كلها، ونحط البضاية ونعجن كل ده حلو جدا. تعجنيه حلو جدا أو هتحطيه في الكبة، لا وتضربيه كذا مرة كده لما يبقى ناعم خالص خالص والأنسجة بتاعتها داخلة ببعضها جدا. أنا هضربها في الكبة وارجع لكم. مفيش كبة يبقى هنعجنها عجنة جامدة جدا. كده ضربتها اهو في الكبة. بصوا خليتها ناعمة جدا جدا، بتلزق اهي معانا. في المرحلة دي بقى هنعمل ايه؟ عندي مية البصل اهي، هبتدي ابل ايدي واعمل كور على قد الايه الحجم اللي انا هعمل بيه. هبل ايدي كده وناخد نقول بسم الله اهو، قد البفتكايه اللي هنعملها مثلا. نعمل كوره كده اهي. تمام. نعمل بقيه الكميه برضو نبل ايدينا ونعمل كده، ناخد الكوره على قد الحجم اللي احنا هنعمله واكعوره على طول واعمله كوره كده اهو، واعمل بقيه الكميه كلها. عملنا كور كده باللحمه بتاعتنا، بلينا ايدينا بصل زي ما قلنا، عملت لنا ما شاء الله 16 قطعه. تمام. هبتدي بقى اعمل ايه؟ هجيب كيس تلاجة فتحته وهبتدي ابل كده ايه بيه الكيس، ابل بميه البصل الكيس. تمام. وهبتدي بقى اخد كوره كوره كده وافردها بقى حلو كده، فرده حلوه عشوائي كده عشان نحس ان احنا ايه زي البفتيك العادي على طول. بططناها اهو، بصوا خفيفه جدا، حجمها زي بصوا سمكها بيبقى حلو. مش عايزينه تخين علشان لسه البيكنج باودر هينفشه او ينفخه شويه، فما تبقاش ايه عاليه كده ومش حلوه. احنا عايزينه زي بره بالظبط. هركنها على جنب واعمل كمان واحده قدامكم تاني. نفرد كيس التلاجة كده ونبل الكيس بميه البصل عشان يديها طعم حلو كده، ونحط الكوره بتاعتنا ونبتدي نضغط عليها كده ونفردها فردة حلوة. هعمل بقى كل الكمية وافردها كده وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي.
خلصت الكمية كلها اهي. بصوا فردتها فردة حلوة كده وحطيتها في الاكياس بعد ما دهنتها بمية البصل اللي عندنا. تمام. على صينية بقى كده وارصهم واحطهم في الفريزر ليلة كاملة، يعني من بالليل مثلا للصبح. تمام. هحطهم على صينية واحطهم في الفريزر. هتقولوا لي طب يا لوزة احنا مستعجلين وعايزين نعملها على طول، هنعمل ايه؟ هقول لكم على طريقة سهلة وبسيطة على طول هتعملوها وهتستخدموها وهتقلوها على طول في نفس الوقت. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. خلصنا حطينا البفتيك في الفريزر تمام ليلة كاملة. طب يا لوزة لو انت عايزة تستخدميه ومستعجلة وعايزة تعمليه على طول هتعملي ايه؟ هعمله زي ما عملت كل الحاجات دي قدامكم وهحطه في الفريزر اقل حاجة ساعة ساعتين بالكتير وتظبطي الدنيا. تمام. بعد كده هتطلعيه من الكيس هيبقى ماسك نفسه، هتحطيه في التوابل الناشفة بس، مش هنحطه في حاجة سايلة خالص، يعني هنحطه في اللي هي الدقيق والكفر اللي هو التاني. هقول لكم دلوقتي برضو وهعيدها لكم تاني واحنا ماشيين خطوة بخطوة. دلوقتي انا اهو خليته جمد اهو، بصوا جمد وبقى تمام التمام. هنبتدي بقى نعمل ايه؟ هبتدي اجيب اعمل بقى الكفر الايه السايل الاول. الكفر السايل عندي هنا ميه البصل اللي انا كنت مستخدماها في الاول، حطيت عليها معلقه فلفل اسود، معلقه بهارات البفتيك دي بتتباع عند العطار عادي جدا وموجوده في اي وقت. تمام. هاجي بقى هنا احط بيضايه، بسم الله، بيضايه واحده واقلب كل الكلام ده في بعضه. تمام. هنقلبه حلو جدا لغايه ما البيض يختفي. قلبتها حلوه اهي، بصوا خليتش فيها بيض خالص. تمام. هركنها على جنب وادخل بقى على الكفر الخارجي اللي هو بيبقى بره عشان يبقى مقرمش وجميل وما يفكش مننا ابدا. عندي كوبايه دقيق، ممكن تكتري الكميه دي وتشيليها عندك في علبه في التلاجة عادي خالص. تمام. وتستخدميها وقت ما تحبي. عندي كده معلقه دقيق، كوبايه دقيق. تمام اهو. وعندي دي معلقه توابل، نفس التوابل برضو بتاعت البفتيك. تمام. وعندي هنا معلقتين بقسماط كبار، ممكن تستغني عنهم وتستخدمي الدقيق بس بيبقى خطير. تمام. هنا عندي معلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقه كبيره نشا. هنحط الكلام ده كله في بعض. هرش حبه ملح صغيرين. ميه البصل برضو حطيت فيها، هحط فيها هنا رشه ملح برضو بسيطه، رشه صغنونه خالص. ونقلب ده ونقلب ده حلو جدا. حطيت البيض وميه البصل في طبق اوسع شويه عشان اعرف احط البفتيكايه فيه. هنا بقى هبتدي افك البفتيكه بتاعتي. نقول بسم الله، هي مجمده وهتطلع معاكي بكل سهوله اهو. طلعتها اهي. هبتدي احطها في الميه بالبصل والبيضه واطلعها على طول على الدقيق والبهارات. حطيتها اهو. هبتدي اغرقها بالدقيق اللي احنا متبلينه. حطينا بقى في الدقيق خلاص. بعد الكفر التاني هجيب صينيه احط تحت عليها كيس تلاجة عادي واحط القطعه عليه واخلص الكميه واحط عليهم كيس واكمل الباقي. بعد كده هنحطه في الفريزر يمسك نفسه بس. ممكن تستخدميه كده على طول هيديكي نتيجه هايله. هخلص بقيه الكميه وهقول لكم هنعمل ايه. البفتيك تبلته زي ما انتوا شايفين وبقى تمام التمام. عايزين تسيبوه في الفريزر شويه تمام، عايزين تستخدموه على طول كده هنستخدمه على طول ومش هيفك مننا ولا اي حاجه. يلا بينا بقى نجيب طاسه وهنحط فيها زيت. نقول بسم الله، حبه زيت حلوين كده. تمام. ويسخن الزيت بقى ونحط فيه البفتيك بتاعنا. سخنت الزيت اهو. هبتدي انزل بالبفتيك بالهداوه كده وبالراحه. نقول بسم الله. في المرحله دي بقى خلاص الزيت سخن، هبتدي اهدي عليه النار يبقى وسط كده علشان ما تتحرقش مني
وتاخد لون حلو وذهبي كده وتستوي من جوه. بصوا بقى بيتقلي وشكله خطير وريحته تحفة جدا وهو بيستوي، كأنه حتة ستيك بالظبط، لحمة بفتيك جايباها من عند الجزار. هنقلب على اليمين ونقلب على الشمال لغاية ما تستوي، مش عايزينها تتحروق. تمام. وهصفيها، اللي هطلعه هحطه في مصفى يتصفى، مش هحطه على مناديل. تمام. وبكده البفتيك جاهز. عايزه اقول لكم تحفه وريحته خطيره وهو بيتقلي، كانك بالظبط جايبه قطعه لحمه بفتيك جاهزه، يعني ولا لحمه مفرومه ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم الكفر جامد جدا ومقرمش كده وطري من جوه، حته لحمه حلوه جدا. بسهوله عملناه وبطريقه بسيطه ومش مكلفه. عايزاكم تجربوها بالطريقه دي، هتعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها علينا نعمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.